هو ايه حكاية الخرزة الزرقاء وهي فعلا بتمنع الحسد ولا لأ؟ الخرزة الزرقاء دي اتأثر بيها كتير من الحضارات، فكان عند القدماء المصريين الإله حورس عينه زرقاء علشان يجلب الحظ لأرواح الموتى لما يبعثوا في الحياة الجديدة، لدرجة إن المصريين كانوا مهووسين جدا بعيون الإله حورس، وكانوا بيكحلوا عيونهم بالكحل الأسود علشان يحموا أجسامهم من أشرار وعيون الناس التانية. ده غير اليونان كانوا شايفين أصحاب العيون الزرقاء بتجلب لهم أي طاقة سلبية، وكانوا مسميين أصحاب العيون الزرق ماتي، حاجة كده علشان يميزوهم بيها. وفي شبه الجزيرة العربية كانت زرقاء اليمامة، ودي شخصية عربية معروف عنها حدة النظر، وعيونها كان لونها أزرق لدرجة إنها شافت وفود حسان بن تبع الحميري وهم متخفيين في الأشجار وجايين علشان يغزوهم، وحذرت ناسها وقالت لهم وفود حسان جايين متخفيين ورا ورق شجر. الناس فكروها بتخرف، لحد ما جيش حسان دخل فعلا وغزا البلد كلهم وبما فيهم زرقاء اليمامة. ولما موتوها طلعوا عينيها ولقوها زرقاء وفيها زي حجر اسود، قال يعني متكحله بيه. كل دي اقاويل عن الخرزه الزرقاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله حق لما اوصانا بالايات اللي بتحمينا من شر الحسد والسحر. وفي العلوم الحديثه اثبتت الدراسات اننا لما بنحصن نفسنا بايات السحر والحسد فبيتكون هاله زرقاء حوالين اجسامنا. الهاله دي بتقينا من شر اي طاقات سلبيه او شرور او عين ممكن تصيب الانسان. اعتقد ان مفيش حاجه هتصيبك غير اللي ربنا كاتبهولك.